كتير قوي مننا مش بيحترم الاكل، مش بنديله وقته ولا تركيزه. لما نتفرج على التلفزيون بنقرا، بنكتب، بنلعب في الموبايل، بنعمل حاجه دايما. فاللي بيحصل معظم الوقت ان انا ببقى مستعجل، ببقى مالي في حاجه، فباخد قطمه بندوخها نتغتين وابلعها. ده غلط جدا على جسمنا. فبالتالي انا عايزكم تجربوا حاجه. حاول كل قطمه او قطمتين انت بتاخدهم تندوخهم حوالي 20 مره. طبعا الناس هتقولي 20 مره، 20 مره. الفكره ان انا لما بندوخ اكلي في جزء من اللعاب بتاعي فيه دايجستيف انزيمز او انزيمز بتساعد على الهضم. كل ما بمضغ الاكل كويس كل ما السلايفا او اللعاب بتاعي بالانزيمز هيسهل عمليه الهضم على بطني. فاي واحد عنده مشاكل هضم او بيحس من بعد الاكل ان هو تقيل قوي او الاكل تقيل على معدته، ده غالبا مش بيمضغ الاكل كويس. فايده ثانيه من فوائد المضغ هي ان انا لما بمضغ الاكل كتير ده بيدي سيجنال لمخي ان هو يدي سيجنال ثانيه لبطني ان انا احس بالشبع. يمكن يكون كلامي غريب بالنسبه لكم، بس فعلا لو جربتوا ان انتوا كل قطمه او قطمتين بتاخدوهم تمضغوهم 20 مره هيفرق معاكم جدا 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 في الاحساس بالشبع، وهيسهل عمليه الهضم بالنسبه لكم.